السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده دعوة جادة إلى فهم الرسالة، ألا وهي رسالة القرب من الله سبحانه وتعالى. أهم حاجة في الدنيا لازم الإنسان يبقى مقتنع بيها هي علاقته بربنا. علاقته بربنا عاملة إزاي؟ علاقته بربنا إنه يصلي، علاقته بربنا إنه يبقى واصل وعنده قرب من ربنا سبحانه وتعالى يمكنه إنه يعيش حياته سعيد. يمكن علاقة الإنسان بربنا والالتزام في الصلاة، وخصوصا الصلاة، وإنه يبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء، هي الأهم في الحياة كلها. قبل ما نتكلم في حياة الإنسان، في هموم بتشغل الواحد، شغل بيخلي الواحد عمال يفكر هعمل ايه، هسوي ايه، طب ده هعمل فيه ايه، طب ده انا محتاج اطور في نفسي في الحتة الفلانية. الأهم من ده كله هو علاقتك بربنا. ما بتخيلش او بيصعب عليا ان افتكر مثلا او اقول لنفسي، هو لو واحد مات وهو مش بيصلي هيروح يقول لربنا ايه؟ حتى ان كان لو انت رحت ربنا مقصر في الصلاة، هتقول لربنا ايه؟ ربنا اول ما هتنزل القبر اول حاجة هتتسأل فيها عن صلاتك، وعن حياتك فيما افنيت، وعن عملك. طب هو كان صالح ولا سيء، ولا كان على انهي بند بيتحط؟ يمكن الصلاة هي العامل الأقوى ما بين الإنسان وربنا سبحانه وتعالى، وهي الشفيع ليوم القيامة. لأن أنت بالعمل الصالح أنت مش رايح بقى لا بفلوسك ولا بمنصبك ولا بالشغلانة بتاعتك ولا بمعارفك. أنت عند ربنا سبحانه وتعالى يوم الحساب أنت واقف، لا ينفعك أبوك ولا أمك ولا عيالك، يوم لا ينفع الإنسان إلا نفسه. يمكن نتذكر الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الآية دي أصدق كلمة في القرآن، أصدق كلمة في القرآن. يمكن إنك لما بتبقى ناسي ربنا سبحانه وتعالى بتبقى قاعد في حزن واكتئاب. هتقولي حتى في ناس لما تلاقي نفسها انشغلت في عادة مذمومة او انشغلت انها ما بتصليش الدنيا واخداها، تحس كده ان واحد صاحبك مثلا يقول لك انا مقفول من ناحيتك، ما اعرفش، حتى صاحبك مش عارف او حاسس انه لما يجي يتعامل معاك كده مش يقول لك انا ما في حاجة انا مش عارف. يعني القلوب مش عند بعضها زي زمان، الامور مش كويسة. اهم حاجة الواحد يخلي باله منها علاقته بربنا سبحانه وتعالى. يمكن انا بقول الكلام ده على سبيل الدعوة لربنا سبحانه وتعالى، ودي اسمى الحاجات اللي الواحد يعملها في حياته. وربنا يجعلنا ان شاء الله سبحانه وتعالى على بابه، ولا نزكي انفسنا على احد، ولكن الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله.